كتير بنسمع أغاني، بس في أغاني معينة كده بتحس إن وراها قصة تانية خالص، رسالة أقوى من الكلام واللحن. أغنية أنا البابا واحدة من دول. في الشرح ده هنفكك الأغنية دي حتة حتة عشان نفهم بالظبط ليه عملت الضجة دي كلها، وإيه حكاية القوة والهيمنة اللي بتتكلم عنها. يلا نبدأ. طيب عشان نفهم القصة كلها لازم نمسك الكلمة المحورية في الأغنية، البابا. الكلمة دي في مصر مش مجرد أب وخلاص، لا لا، دي ليها معنى أعمق بكتير. لما حد يقول على نفسه البابا هو بيقول أنا الكبير، أنا الرئيس، أنا اللي كلمتي بتمشي. فمن أول لحظة في الأغنية هو بيحط خط عريض كده وبيقول أنا في حتة تانية لوحدي، أنا القمة. طيب تمام، عرفنا إنه شايف نفسه البابا. السؤال بقى، إزاي بيفرض السلطة دي في الأغنية؟ أول خطوة بياخدها هي إنه بيقرر يواجه العالم اللي تحت السطح، عالم الكلام اللي في الظهر والإشعاع. وهنا بقى بنشوف أول إعلان قوة صريح بيقولك إيه؟ كتر الكلام في ظهري عادي، بس الكلام هيكون مفيد لو كان قصادي. يعني هو مش بس عارف إن في كلام بيتقال، لأ، ده كأنه بيقول لهم أنا سامعكم وعارف كل حاجة، والأهم من كده هو بيتحداهم تحدي مباشر. بدل الكلام اللي من ورايا ده، تعالوا قولوه في وشي لو عندكم الجرأة. وهنا بنفهم أكتر إيه اللي مضايقه بجد. الموضوع مش مجرد كلام في الظهر، الموضوع أعمق من كده. هو النفاق، فكرة إن الناس ليها وشين. زي ما بيقول بالظبط، في وشنا بتحبونا، لكن لما يلفوا ظهرهم فالظهر ده كان مكان، يعني قصة تانية خالص. التناقض ده هو اللي مولع الدنيا كلها عنده. خلاص، مرحلة الكلام في الظهر دي عدت، من هنا ورايح الموضوع هيعلى. المواجهة هتكون وش لوش، دخلنا في مرحلة تكسير العظم مع المنافسين. اسمعوا بقى بيوجه كلامه لمين. بيسميهم بتوع زمان، الناس اللي كانوا مسيطرين قبله، وبكل سخرية بيرمي لهم سؤال: انتوا فين يا بتوع زمان يلو قلتوا احنا الأمان؟ ده طبعا مش سؤال بجد، ده تريقة. كأنه بيقول لهم وقتكم خلص، دوركم انتهى، الملعب ده بتاعي أنا دلوقتي. شايفين النقلة في الكلام؟ الموضوع ما بقاش مجرد تحدي، لا، ده دخل في منطقة السخرية والتقليل الصريح من الخصوم. اللغة كلها بقت فوقية، هدفها واضح، إنه يرجعهم لحجمهم الطبيعي، أو على الأقل الحجم اللي هو شايفه ليهم. الأغنية هنا بترسم لنا هرم القوة من وجهة نظره. هو طبعا على قمة الهرم ده أنا البابا. طب ومنافسه فين؟ ده بيوصفه بإنه مجرد كومبارس عاش دور البطولة، يعني ممثل درجة تانية فاكر نفسه نجم. طب وآخره إيه الكومبارس ده؟ آخره إنه يوصل لكعبي. متخيلين المسافة اللي هو حاططها بينه وبين أي حد تاني؟ تمام، بس كل القوة والهيمنة دي لازم يكون ليها أساس، ليها فلسفة. إيه المبدأ اللي هو ماشي عليه وبيخليه شايف نفسه بالصورة دي؟ الحتة اللي جاية دي بتشرح لنا بالظبط جوهر الموضوع كله. هنا بقى بنوصل لكلمة السر في الثقافة المصرية: الرجولة. لازم نفهم إن الرجولة دي مش مجرد إن الواحد يكون راجل، لأ، دي منظومة قيم كاملة، فيها الجدعنة والشهامة، وإن الكلمة تبقى وعد. يعني من الآخر، القوة اللي ليها أصل وشرف. وبالكلمة دي بيوجه لهم الضربة القاضية. بيقول لهم إيه؟ لو خدت من الدنيا كل حاجة يا صاحبي، تعال خد جرعة رجولة. دي أكتر من إهانة، ده حكم نهائي. معناه ممكن تلم كل حاجة في الدنيا، فلوس، شهرة، نجاح، بس هيفضل ناقصك الأصل، هيفضل ناقصك الجوهر نفسه، اللي هو طبعا شايف إنه عنده هو وبس. ونيجي بقى للقفلة، الخلاصة كلها، الإعلان الأخير اللي مفيش بعده كلام، واللي بيثبت مكانته بشكل نهائي. الكورس اللي هو قلب الأغنية كلها: أنا البابا يا غلابة. جملة بسيطة ومباشرة جدا، بس فيها كل حاجة. فيها إعلان سيادة كاملة. ومش بس كده، ده بيوصف كل اللي حواليه بإنهم غلابة، يعني مساكين ضعاف قدامه. ده تثبيت كامل للهيمنة. والتكرار، تكرار جملة أنا البابا يا غلابة طول الأغنية عامل زي الدق على الحديد. كل مرة بتتقال الفكرة بتترسخ أكتر وأكتر في دماغ اللي بيسمع وفي دماغ الخصوم نفسهم، كأنه بيقولها لنفسه وللعالم عشان محدش ينسى أبداً من هو الكبير هنا. في النهاية، بعد ما فككنا الأغنية دي بيفضل سؤال مهم: يا ترى كل اللي سمعناه ده هو تعبير حقيقي عن القوة، ولا دي مجرد شخصية فنية، بيرسونا متقنة؟ أو يمكن ده مجرد شكل من أشكال التعبير الفني اللي بيعكس صراعات موجودة في الواقع؟ الحقيقة إن الأغنية دي بتسيب الباب مفتوح للتفكير، ويمكن ده جزء من سر نجاحها.